بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا كويسين وبخير يا رب. عايز اتكلم عن الندالة، الشخص الندل. يا ترى ده بيبقى حاسس ان هو بيبقى يعني ان هو كده، ولا مبيبقاش حاسس؟ انا في اعتقادي ان هو مبيبقاش حاسس. ان هو مثلا يرد الحسنة بالسيئة، او يرد الجدعنة بتاعتك بقلة الأصل. دي حاجة بيبقى مش حاسسها، لأن هو ما عندوش إحساس أصلا، لأنه الشخص اللي زي كده ما عندوش إحساس، فصعب يحس بكده. طب بيفوق؟ ممكن ومش ممكن في نفس الوقت، لأن هو الشخص ده بيبقى ما ينفعش معاه نصيحة، وما ينفعش يتلام أو تعتب عليه، لان هو عتاب الندل اجتنابه زي ما بيقولوا. وفعلا الحكمه دي صح 100%. انت تبقى عملت له قيمه لو عاتبته. سيبه، وسكوتك وتجاهلك ده من ناحيته، او تجاهلك ليه قصدي، هو اللي يفوقه، ويحس ان هو ايه، عمل مصيبه من المصايب يعني. قبل كده انا اتكلمت عن ان الواحد ما يبقاش طيب زياده عن اللزوم، و يعني ما ياخد باله من الحته دي جدا، لانه هيتعرض للاستغلال. وما اكثرهم يعني الناس اللي بيستغلوا الطيبه والعطاء. لا، ما تعطيش الا لما حد يكون يستاهل، او حد يكون بيقدر النعمه، لان صفعه الخذلان بتبقى قويه قوي يا جماعه، بتبقى مفزعه. ف الشخص اللي زي كده او الشخصة اللي زي كده بيبقى انسان وقح جدا، انسان مش نتمنى ان هو يتعدل يعني. بس فحبيت ان انا اوضح حاجة، ان الشخص الندل ده بيبقى الندل بيمشي في دمه او بيجري في دمه ولا ايه، مش عارف يعني. اللي حابب يشاركني بأي تعليق ولا حاجة يكتب أي تعليق. لكن رسالة للندل، أي حد ندل ما تمرش فيه عيش وملح، أو ما تمرش فيه جدعنة، عايز أقول له أنت بتخسر كل الناس الكويسة اللي في حياتك. حاول تصلح من نفسك، حاول تبقى أفضل، فوق. بس يعني ده اللي انا كنت حابب ان انا اوجه لك الرسالة. طبعا كل واحد عنده شخصية نادلة في حياته، يبعد عنها قدر المستطاع، حتى لو هو اقرب الناس ليه. ابعد عن الشخص ده خالص، ولا تلومه ولا تعتب عليه في حاجة خالص. سيبه وخلي تجاهلك ليه صفعة على وشه بس. وكفايانا بقى خذلان، وكفايانا ان احنا ندي بدون حساب، وكفايانا يعني. بس لازم الناس دي تفوق، ولازم الناس دي تعرف ان هم كانوا في نعمة، عشان لو حصل نصيب ان انت رجعت تكلمهم تاني، لا، ياخد باله جامد جدا. وطبعا عمر ما الشخص ده انت هترجع معاه كويس زي الاول تاني، لو حتى رجعت له. اتمنى ان انا كنت فدت بكلامي ده حد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.